أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قطرات الندى. سلوان محمود. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة، ساعتنا 6:21 دقيقة. صباح الخير. عاوزة تحس بيومك ويكون كله طاقة؟ تابعي قناة بيوتنا بكل بساطة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يلا كده مع بداية الفيديو نسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم ونلم حسنات حلوة كتير. يا صباح الفل والنور والبنور. بصوا بقى، في بنوتة قالت لي يا أسماء اعملي النجرسكو اللي انتي عملتيها مع الوصفة اللي فاتت علشان نفسي اعملها لجوزي. بصي يا قمر، انا كنت كده مصوراها والله وكنت هنزلها لكم، بس انا عارفه ان انتوا ما بتحبوش الفيديوهات بتاعه الطبيخ، فانا ما بحبش انزلها كتير يعني، بس يلا عشان العرايس الجدود والبنات اللي ما بيعرفوش يعملوها هنعملها. بصوا بقى، جبت بصل حمرته جامد جدا كده هون زي ما انت شايفه، يعني نزل ميته وابتدى يحمر شويه ويدبل شويه، ونزلت بجزرايه مبشوره. تمام، بتقلبي الكلام ده كله مع بعضه، حطيت ملح وفلفل اسود وشويه جنزبيل بودر وسيكه صغننه من القرفه، ممكن تحطي جوز الطيب وبابريكا وتوم بودره وبصل بودره تروقي عليه يعني، وشويه بهارات فراخ. تمام، في ناس بتفرك فيه مرقه فراخ بس انا ما بحبش كده. تمام، مسكت بقى الفراخ المفرومه فرمتها في الكبه، دي صدور فراخ عاديه خالص، رحت جبتها من عند بتاع الفراخ ورحت ضربها في الكبه بالشكل دون، ورحت نازله بيها على البصل والجزر بتاعي بالشكل ده، وبفضل ادوس فيها كده هون وافتفتها واظبطها لحد ما يبقى طعمها معايا خطير. عايزه اقولك في المرحله دي انت ممكن تضيفي معلقه او معلقتين كريمه، بتبقى خطيره. لو ما عندكيش مش لازم على فكره يعني، مش اجباري يعني، ممكن بس بتخلي طعمها حلو، او معلقه قشطه لو انت عندك وش لبن. تمام، ناهيك عن احنا هنحط على البشاميل برضو ممكن الحاجات دي تعمليها بولات صغنطوطه، طواجن صغننه وتحطيها عندك في الفريزر، وكل ما تجوعي تطلعي وتحطيها في الفرن وتستوي، او يعني ممكن تحطيها في علب فويل وتفرزيها في الفريزر فوق بعض فوق بعض، وما تعوزي تطلعي على قدك انتي وجوزك، او لو انتوا ولادك كتير. تمام، بعد كده بعمل البشاميل يا جماعه. لمره تانية هقول ان البنات بقى اللي بتتكلم بتقولي لا البشاميل الدقيق لو ما اتحمرش مع الزبده ما بيبقالوش طعم، جربي ده، طعمه بيبقى كريمي كانك بتاكلي قشطه. بحط اللبن، شويه ميه، معلقتين كبار او 3 لبن بودر على حسب كميه البشاميل اللي هعملها، والدقيق على البارد، وشويه ملح، شويه فلفل اسود او فلفل ابيض، وممكن بهارات بيضه، ولو عايزه تحطي حبه جوز الطيب برضو حطي. انا حطيت هنا دي بهارات بيضه، المفروض ان هي بيضه باينه صفرة ليه مش عارفه، لو فلفل اسود بقى على شويه حاجات وكده هون، اسمها بهارات بيضه بتيجي من عند العطار. بحطها بالشكل ده، وهنا حطيت حبه فلفل اسود يعني بحس ان البشاميل بيبقى حلو بيه، وبتديه تقليبه على البارد. يعني ده اسهل بشاميل للعرايس وللبنات اللي لسه بيتعلموا والكلام ده كله، صدقيني هيطلع معاكي خطير، وما تخليش حد يكبرها في دماغك ويقول لك حمري الزبده بالدقيق. انا بحس ان هي تقيله، او يمكن تقيله علينا وعلى جوزي وعلى ولادي ما بيحبوهاش، فهي دي الطريقه المعتمده، وانا اتعلمتها من ماما برضو. ماما كانت الاول تحمر الدقيق بالزبده، وبعد كده بطلت لما واحده صاحبتها ورت لها الطريقه دي، ربنا يديها الصحه لو عايشه، او ربنا يرحمها لو توفاها الله. كانت جارتنا هناك وصاحبه ماما قوي، فهي اللي وريتها لها، قالت لها بدل ما تتعبي نفسك ويحرق لكم صدركم وكده، لا اعمليها كده. بصوا بضربه على البارد بالشكل دون كده وبس، خلاص هو كده ده البشاميل، ضربته على البارد. بصوا هنا بقى بحط له شويه من الكريمه اللباني، دي كريمه طهي او كريمه حلويات بتستخدم للاتنين، دي اسمها غازي لاند، وفي كريمه تاني سوريه. انا بجيب المنتجات دي من عند جروب ايمان، جارتي هنا وصاحبتي، ناس كتيره منكم بسم الله ما شاء الله بتتعامل معاها وحاجتها زي الفل، وبنوته ادب واخلاق واحترام. بس بجيب منها العلبه دي، كنت بجيبها الاول ب30، بعدين 35، بعدين 45، دلوقتي بجيبها ب50. تمام، بس فحطيت منها معلقتين 3 كده، وافضل اقلب 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 على البارد لما يبقى زي السكر. حسيتيه كلكع منك، او حسيتيه ان هو بقى فيه كتل او حاجه، او تخن منك، زودي كوبايه لبن واضربي بالهاند بلندر، هتلاقيه رجع زي ما كان. تمام، يعني انت بس ايدك فيه تفضلي شغاله شغاله شغاله، انا بضربه على البارد وبعد كده بسخن واحده واحده، ميه على لبن على لبن بودره، بيبقى خطير وخرافه. بصوا بقى سمكته على حسب ما انت عايزه، لو عايزه الحاجه والصوص اللي فيها بتاعك بتلظ كده وتبظ، خففي البشاميل. عايزه القطعه ماسكه نفسها في المكرونه بالبشاميل، علشان في بنات تقول انت بتطلعي حته المكرونه بالبشاميل ازاي ماسكه نفسها، بتقل البشاميل نفسه.
يعني البشاميل هو اللي بيفرق معاكي في حته المكرونه البشاميل ماسكه نفسها، ولا بتبقى صيصه، او ان هي في ناس بتحبها كده، في ناس بتحبها كريمي قوي وسايحه قوي، وهي بتطلع عايزه كبشه تطلع بيها، مش عايزه معلقه او سباتيولا، او اللي هي بتاع الاداه المبططه دي، مش عارفه اسمها ايه. صحيح لو بتعرفوا اسمها اكتبوا لي تحت في الكومنتات، انا مش عارفه اسمها ايه الاداه المبططه دي اللي بنرفع بيها الحاجه. فهي دي التركه. البشاميل تقيل، حته المكرونه هتطلع معاكي حتتها بحتتها زي المطاعم وزي اللي بتبقى في الافراح. البشاميل خفيف، هتطلع معاكي سايحه ونايحه، الناس اللي بيحبوها سايحه ونايحه بس مش اكتر من كده. فهي حته المكرونه بتتحكم فيها البشاميل بتاعك. بس جبت البايركس بتاعي، بحب اعمل مكرونه بشاميل في البايركس جدا، مش عارفه ليه. ما بحبش اعملها في الصواني الستانلس او الالومنيوم او لا، بحب اعملها في البايركس، بحس ان هي بتبقى مبينه كل حاجه من جواها كده. تمام. اهم حاجه عندي، جبت شويه بشاميل شلتهم في طبق على جنب زي ما انتم شفتوا، وجيت هنا دلوقتي مسكت بقيه المكرونه مع البشاميل. في ناس بتحط رق بشاميل وتروح حاطه عليها المكرونه وترش عليها من فوق، لا بقى انا بحب اغرقها، بحب اغرق المكرونه، بحب احط المكرونه في البشاميل بالشكل دون، مكرونه سخنه والبشاميل سخن، واقلبي قلبي. عايزه اقول لكم ان انا ما بحطش ندعه زيت واحده على المكرونه، بسلق المكرونه من غير اي زيوت يا جماعه، من غير اي زيت، بسلق المكرونه بتاعتي. تمام. بسلقها وبحطها في المصفى بتاعتها تصفي ميتها وخلاص على كده. الزيت بحس ان هو بيزحلق الصوص من على المكرونه خالص، بشطفها بشويه ميه بتبقى زي الفل. اهم حاجه بتحطي في ميه السلق الملح. بقلب المكرونه في البشاميل بتاعي بالشكل ده زي ما انتم شايفين، وابتدي بقى ايه احطها وارصصها رقات عاديه جدا. عايزه اقول لكم موفره وسريعه. ولو انت نفسك في مكرونه بشاميل وما معكيش لحمه مفرومه، هتبص تلاقي لو جبتي ربع كيلو لحمه فراخ هتلاقي نفسك مشيتي الدنيا. ولو انت مخنصره شويه فراخ في عندك في الفريزر، هتعمليها على طول. بصوا المكرونه نازله، بصوا سايحه وجميله. انت ممكن تحطي بقى جبن وحاجات، وممكن تعملي المكرونه دي بجبن. يعني انا عملتها مره بس حسيت ولادي ما حبوهاش قوي، اللي هي مكرونه الجبن. بتحطي المكرونه بتاعتك كده عادي جدا، وتخلطي معاها بقى ايه جبن موتزاريلا وشيدر واي جبنه عندك موجوده انت بتحبيها، وزيتون وفلفل والكلام ده كله. الماك اند تشيز يعني ما حبوهاش للدرجه، عايزينها من فوق تبقى المكرونه الجبنه ماسكه نفسها شويه من فوق، مش تبقى سايحه قوي. المكرونه بشاميل ما بحبهاش سايحه خالص، لازم الحته بحتتها. فهنا هو بقى بصوا الحشو قد ايه، بصوا بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم يعني انا كنت محوشه حوالي كيلو الا ربع فراخ. كنت كل ما اجيب حاجه اشيل حته. الكيلو الا ربع عملت منه الصينيه دي، وعملت منه الصينيه اللي فاتت لو انتوا شفتوها. تمام. بصوا مع الجزر مع البصل، التانية مع الفلفل بقى وجزر والكلام ده كله، بسم الله ما شاء الله عملوا لي صينيتين حلوين. عايزه اقول لكم والله بامانه احنا ما قدرناش نكمل. العيال في الصيف ما بياكلوش كتير حلويات بقى وعصاير والكلام ده كله، وفاكهه، وطول النهار على كده. كلنا حوالي نص الصينيه بتاعه المكرونه بشاميل، وكلنا يعني ما يجيش ربع التانية. فده دول تاني يوم ان شاء الله ابقى اعمل جنبيهم اي حاجه تانية ونمشي حالنا بيهم. فبجد بصوا طعمها كان خطير. دي النجريسكو اللي بيقولوا عليها، بس هي النجريسكو اساسها المكرونه الاسباجيتي. تمام. بس انا كان عندي مكرونه قلم مشيت حالي. هي هتقول لا، هتقول لك لا معلش اصل انا مش سباجيتي مش هتاكل، فمشي حالك باي حاجه. انا بحب اجيب المكرونه القلم الرفيعه، في مكرونه قلم تخينه وفي مكرونه قلم رفيعه. انا بحب اجيب الرفيعه زي ما انتم شايفين كده، بحس ان هي بصوا لطيفه وبتشرب صوص كتير، مش زي التانية. بحس المكرونه الحته كبيره بعد ما تتسلق، وبتبقى كبيره فعلا يا جماعه، بتحسوا ان انتوا بتاكلوا عجين اكتر ما بتاكلوا حشو. فالصينيه دي بتكفي معايا حوالي كيلو الا ربع مكرونه، فبتشبعنا الصراحه وكده، يعني بتبقى ماليه الدنيا يعني ما شاء الله، يعني ايه مالي مركزها. بس فحطيت البشاميل بقى اللي هو انا كنت ضربت فيه بيضتين من فوق. تمام. يعني ده البشاميل اللي انا كنت سايباه على الجنب. بعد ما حطيت رق المكرونه نزلت بالبشاميل حط له بيضتين على رأي احمد حلمي علشان السطح يبقى مستوي بيلمع معاكي. ونزلت بشويه جبنه موتزاريلا كده هون خفاف، ما كترتش. عايزه تكتري وتحطي شيدر بقى وموتزاريلا واللي عندك بقى وكل اللي عندك حطيه، اللي انتي حباه حطيه. بس بمسكها بقى بروح مدخلاها الفرن على متسخنه من قبل كده على درجه حراره 200 250 على حسب علو درجه حرارتك. هي يا دوبك بتحمر من تحت ومن فوق خفيف كده، فاهميني؟ ما بتاخدش سوا كتير. بتطلع بقى من الفرن ما اقولكوش. بصوا شايفين الشكل، بتبقى مستويه كده وشكلها لطيف، شكلها حلو، ريحتها جايبه اخر الدنيا. انت لو طلعتيها على السفره بتاعتك بالشكل ده وقدمتيها للضيوف خطيره
خطيره بجد. انا ما سبتهاش بردت قوي، ممكن تسيبيها تبرد اكتر. كل ما تسيبيها تبرد كل ما تمسك نفسها اكتر. تمام. وكل زي ما انا قلت لك، كل ما تقلي البشاميل كل ما تبقى معاكي القطعه ماسكه نفسها. انا عيالي ما بيحبوهاش جوسي قوي، لا بيحبوها ايه، ماسكه نفسها زي اي حد كده، كانك في مطعم وطالبه قطعه مكرونه بشاميل قطعه واحده بقطعتها. بصوا خرافه، السكينه بتعدي فيها زي الحلاوه في الزبده زي ما بيقولوا. بجد والله هتعجبكم قوي، جربوها. نجرسكم من الحاجات الحلوه والموفره والسريعه. هتيجي واحده تقول لي موفره منين والبانيه ب 120 جنيه احسن من اللحمه ب 400 جنيه؟ بجد والله يعني لو جينا حسبناها بالعقل وبالمنطق كده، شوف انت كيلو البانيه ب 120 جنيه ده اذا كان لسه ب 120، لان في ناس صحابي بيقولوا لي لا ده رخص عندنا، بس هو لسه عندي والله ما رخصش. زي في ناس بتقول لي يا اسماء ازاي اللحمه عندكم ب 440 احنا عندنا ب 350؟ فانتوا قولوا لي انتوا فين واحنا نيجي ناخد لحمه من عندكم يعني ارخص 100 جنيه بحالها. انتوا عارفين يعني ايه 100 جنيه بحالها؟ عايزه اقول لكم بجد خطيره ووهم، والعيال حبوها وكانت حاجه كده تجنن. فزي ما انا قلت لكم موفره وحلوه، وكانك بتعملي مكرونه بشاميل بس بالفراخ. وادي السفره بتاعتنا اهي، البشاميل والخضره بتاعتنا. واشوفكم على خير، وبه به ميمسين، وباي باي مع السلامه.